لقد سمعت عن قانون الجذب وقررت تجربته. كتبت نواياك، تأملت وكررت عبارات إيجابية، ولكن لم يتغير شيء. فتسألين نفسك: لماذا لا يعمل قانون الجذب معي مع أنني أفعل كل ما يقولونه؟ الجواب بسيط لكنه عميق. قانون الجذب لا يستجيب لما تقولينه فقط، بل لما تشعرين به داخل نفسك وما ترسلينه من طاقة. السر يكمن في الذبذبات. إذا كنت ترسلين للكون طاقة خوف أو نقص أو تعلق شديد، فالكون سيرد عليك بنفس نوع الطاقة. مثلاً، عندما تقولين أريد أن أجد الحب لكن داخلي مليء بالخوف من الوحدة، الكون يسمع الخوف وليس العبارة. أو عندما تقولين أن أريد أن أصبح ثرية لكن داخلك يشك في قدراتك ويقول أن لا أستطيع، هذا صعب. الكون يسمع الشك وليس الأمنية. فما تفعلين؟ تصالحي مع ذاتك وتخلصي من الشكوك، وتعلمي أن تشعري وكأن ما تطلبينه قد تحقق بالفعل. عيشي الامتنان وثقي بنفسك واستمتعي بالحاضر، ولا تراقبي النتائج كل لحظة. أعلم أن الأمر ليس سهلاً، لكن هذه هي المفاتيح الحقيقية التي تجعل قانون الجذب يعمل لصالحك. وتذكري، إذا كتبتيه شعرت به وتركت الخوف خلفك، فسيأتي وسيأتي بأجمل مما تتوقعين وفي الوقت الذي لا تتوقعينه. إذا أحببت الفيديو لا تنسي الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، واكتبي لي في التعليقات: ما هو الشيء الذي ترغبين في جذبه لحياتك الآن؟